مين فينا مش حاسه انها مضغوطه طول اليوم ويومها مشغول ومش مكفي حاجه وعماله تجري من هنا لهنا طول الوقت عشان تلحق تخلص اللي وراها، واللي كلنا عارفين ان هو عمره ما بيخلص. هو ده حال اغلب الزوجات والامهات. وفي نفس الوقت بقينا بنسمع عن حاجه اسمها المي تايم او الوقت الخاص، وانك لازم تفصلي وتستمتعي بوقتك. طب ازاي؟ هو احنا اصلا عندنا وقت عشان كمان نستمتع بيه؟ انا النهارده جاي اكلمك عن المي تايم او الوقت الخاص، وهل هو حاجه مهمه فعلا ولا تضييع وقت وكسل على الفاضي. والكلام ده من واقع تجربتي، وخاصه ان انا ام ل3 اطفال، يعني كلام واقعي مش كلام نت وخلاص. الاول، هو ايه الوقت الخاص ولا المي تايم اللي كله بيتكلم عنه ده؟ المي تايم او الوقت الخاص هو وقت بتخصصيه لنفسك، بعيد عن المسؤوليات والناس والضغوط اليوميه وكل الحاجات اللي وراكي، علشان تهتمي بنفسك وتريحي عقلك وجسمك وتسترجعي طاقتك. طب ايه الهدف منه؟ انك ترجعي تركزي على نفسك بدل ما بتفضلي طول الوقت بتخدمي اللي حواليكي، انك تحسي بالهدوء النفسي وتقللي التوتر والعصبيه اللي احنا عارفين نتائجها بتبقى ايه على نفسنا وعلى اللي حوالينا، انك تسمعي صوتك الداخلي وتراجعي اولوياتك، انك تهتمي بصحتك النفسيه والعاطفيه وتطوري من نفسك ومن معرفتك ومن حاجات كتير، انك تشحني نفسك بالطاقه وتقدري تزودي انتاجيتك بعد كده. تمام قوي كده. يعني انت قصدك ان المي تايم حاجه مهمه وحلوه وجميله ولازم نعملها؟ لا اصبري، انا ما قلتش كده. خليكي معايا واحده واحده وهنعرف ازاي ممكن يكون شيء ايجابي وعاده مهمه جدا، وازاي لو طبقناه غلط ممكن يكون سبب لضياع الوقت والكسل والاهمال ويتحول لهروب من المسؤوليات. اول حاجه كده لازم تعرفي ان وقتك الخاص مش رفاهيه، هو شحن بطاريه علشان ترجعي تكملي حياتك بطاقه ونفسيه احسن، مش علشان تهربي منها. تاني حاجه، بنحدد وقت واضح وثابت. اعملي لنفسك ميعاد كانه شغل بتلتزمي بيه، مثلا 10 دقايق الصبح قبل ما تبداي اليوم والولاد لسه نايمين، او 20 دقيقه بعد ما الولاد يناموا بالليل، بعد ما تخلصي بقى شغل يومك تقعدي مع نفسك شويه، او ساعه في اليوم، او ان شاء الله حتى ساعه يوم في الاسبوع، يكون اليوم ده ليكي انت عارفه ان هو يوم مش مضغوط ومفهوش مهام كتير عليكي. المهم في الموضوع ده كله ان الوقت ما يبقاش مفتوح من غير حدود علشان ما يتحولش لكسل. وطبعا بتراعي ظروف يومك وانت بتحددي الوقت اللي هتاخديه لنفسك. تالت حاجه بقى ان انت تحضري من قبلها الحاجات اللي هتعمليها في الوقت ده، لانك لو سبتيه مفتوح هتلاقي نفسك بكل بساطه بتقضي الوقت في السوشيال ميديا والموبايل او سرحانه بدون هدف. قبل ما تبداي كده اعملي قائمه صغيره فيها الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها في الوقت ده. لو الوقت قصير قوي، ايه الحاجات السريعه اللي هتريحك؟ زي مثلا هشرب قهوه، هشرب شاي بالنعناع، هقرا قران، هعمل تمارين تنفس، هبص للسما في هدوء. طب لو عندك وقت اطول شويه ممكن تختاري مثلا حاجه فيها عنايه شخصيه، زي هعمل ماسك لوشي، ههتم بنفسي، هاخد شاور كده حلو براحتي، هنزل امشي لو في امكانيه، هقعد اقرا كتاب، هعمل هوايه انا بحبها. طيب لو عندي وقت اطول واطول هعمل ايه؟ ممكن اختار حاجات مسليه وخفيفه زي فيلم، رسمه، اسمع بودكاست مفيد معين كنت مأجلاه وعايزه اسمعه في هدوء مع نفسي عشان افهمه واستوعبه، اسمع درس، احفظ قرآن، اعمل حاجه انا كنت حابه اعملها في هدوء ومن غير ما حد يقاطعني. رابع حاجه، حافظي على التوازن. المي تايم مش عذر انك تأجلي واجباتك، بالعكس هو مكافأة بعد ما تعملي اي انجاز حتى لو بسيط. لو خلصتي مهمه صغيره خدي وقتك اعملي الحاجه اللي انت محدداها، لكن لو لسه وراكي حاجه مهمه استني شويه وخليه حافز ليكي لما تخلصي اللي وراكي تاخدي المي تايم بتاعك. النقطه اللي بعد كده، راجعي تأثيره عليكي. بعد كل مره بتاخدي فيها المي تايم اسألي نفسك، هو انا حسيت براحه اكتر؟ طيب هل الوقت ده ساعدني اني ارجع اتعامل احسن مع الناس اللي حواليا؟ طب هل انا احساسي دلوقتي اني عندي طاقه وحيويه ازيد مما كنت عليه قبل ما ابدا المي تايم؟ لو الاجابه ايوه يبقى انت ماشيه صح كده، لكن لو الاجابه لا ممكن تغيري نوع النشاط، الحاجه اللي انت بتعمليها في الوقت ده، او توقيت النشاط نفسه. ممكن تكوني مختاره وقت اصلا مش مناسب لانك تقعدي تفصلي فيه ويريحك وتحسي فيه بالهدوء. وكمان لو انت في الوقت الخاص بيكي لقيتي مقاطعات كتير من اطفالك او من الناس اللي حواليكي، حاولي تغيري الوقت مناسب، وحاولي تعملي حدود لنفسك مع اطفالك وتفهميهم ان ده وقت خاص بماما، وخاصة لو أولادك في سن يقدروا يفهموا ويستوعبوا الكلام ده، وهم مع الوقت ومع التكرار هيتعودوا ان ده وقت خاص بماما وما ينفعش ان احنا نقطعها فيه او نعمل مشاكل او نعلي صوتنا. لكن طبعا لو عندك اطفال في سن صغير، بيبيهات او لسه مش هيستوعبوا الكلام اللي انت هتقوليه، فاكيد هتحددي وقت المي تايم بتاعك على حسب مثلا ميعاد نومهم.
طيب ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في الوقت ده؟ عايزين امثلة كده توضح لنا ممكن نستفيد من الوقت المي تايم ده في ايه. ممكن في الوقت ده تشربي حاجة دافية أو ساقعة حسب الجو، وتقعدي في مكان هادي في بلكونتك جنب الشباك، في أوضة هادية كده بعيد عن الولاد. ممكن تسمعي قرآن أو تسمعي درس ديني. ممكن تقضي الوقت ده في التدوين أو كتابة مشاعرك. ممكن كمان تهتمي ببشرتك أو شعرك أو تاخدي شاور دافي. ممكن كمان تطلعي تتمشي لوحدك لو عندك طبعا الوقت والمكان المناسبين لده. ممكن تتفرجي على حاجة خفيفة ومسلية. ممكن تمارسي هواية انت بتحبيها زي الرسم، الخياطة، الكروشيه، اي هواية انت بتحبي تعمليها. بس حاولي قدر الامكان ان اي هواية بتعمليها او نشاط هتمارسيه في الوقت ده يكون بعيد عن الموبايل. المهم ان الوقت ده يكون ليكي من غير تأنيب ضمير ومن غير ما تحاولي تبرريه، لانك ببساطة تستحقيه. حاولي من خلال المي تايم تسيطري على اليوم بدل ما هو يسيطر عليكي. المي تايم مكافأة على الإنجاز مش هروب من الشغل. ودي شوية نصايح هقولها لك في الآخر علشان المي تايم بتاعك يكون فعال ومفيد فعلا. خلي الوقت الخاص بتاعك يكون قصير بس ثابت، متنوع، مش كل يوم نفس الحاجة، نعمل أنشطة مختلفة. يكون بعد الإنجاز مش قبل ما تعملي أي حاجة. يكون بعيد عن السوشيال ميديا إلا لو لحاجة ملهمة فعلا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة عن المي تايم أو الوقت الخاص، وإزاي نخليه وقت فعال ومفيد وما يكونش وقت للكسل أو الهروب من المسؤوليات والحاجات اللي ورانا.